جولة جديدة من المنافسات يدخلها الزوراء بطل الدوري الذي فقد أمل المنافسة بالحفاظ على الدرع، لكنه يحاول الوصول إلى المركز الرابع عندما التقى الكرخ متذيل الترتيب. شوط أول حاول فيه الكناري الكرخي مجاراة النوارس وإيقاف طلعاتهم الهجومية التي لم تخلو من ضياع التركيز، حتى جاء الفرج بأقدام على عبد الزهرة الذي نجح بهز الشباك ليعلن عن تقدم الأبيض بهدف أول. انهيار كبير بدفاعات الكرخ التي تلقت الهدف الثاني بأقدام مصطفى حسين بسرعة كبيرة. ردة الفعل للأصفر كانت بتقليص الفارق عن طريق لاعبه أركان عمار مع نهاية الحصة الأولى. الاستمرار بالسيطرة على الملعب هو ما سعى إليه الزوراء الذي استمر بتهديد مرمى الكرخ بعد أن أصر مدربه كريم حسين على غلق بوابات الدفاع بوجه النوارس، لكن كرة رأسية جاء منها الحل عن طريق علاء عبد الزهر الذي سجل الهدف الثالث لفريقه والشخص الثاني له، يعزز تمسكه بصدارة الهدافين ب 22 هدف. بعدها استمر الأبيض بمسك زمام الأمور ليعود مصطفى حسين وينهي اللقاء بتسجيله الهدف الرابع لفريقه والهدف الشخصي الثاني له. كنا نأمل أنه نبقى في منافسة على لقب الدوري، لكن فقدنا نقاط، حرامات النقاط نفقدها في أغلب المباريات، بس هذا حال كرة القدم. إن شاء الله المباريات الجاية نقدم مستوى طيب ونحقق النتائج الإيجابية حتى نحسن من موقعنا. فريقنا بعض دقائق المباراة يعني كنا راضين عليه نوعا ما، لكن بصورة عامة الزوراء كان أفضل. أيضا سنحت لنا فرص بدقائق مهمة، يعني لو مسجلها يمكن كان اختلفت الأمور، لكن بصورة عامة مثل ما قلت لك اكو فوارق فنية بيننا وبين فريق الزوراء. مبروك لفريق الزوراء. الجمهور حقهم، يعني فريق بطل دوري يطمح منا دائما ان يكون بالصدارة، فاحنا نعطيهم الحق، وان شاء الله بالفترة المقبلة المباراة المقبلة نقدم اداء من افضل من الاداء اليوم. النوارس تنجح بالقفز الى المركز الرابع في جدول الترتيب، وتعمق جراحات الكرخ متذيل الجدول ب4 أهداف. عماد الركابي، العراقية الرياضية، بغداد. حددت لجنة المسابقات في الاتحاد المركزي لكرة القدم موعد انطلاق مواجهات الدور 18 قبل الأخير من المرحلة الثانية للدوري الممتاز، وتفتتح الجولة بعد غد السبت بإقامة لقاءين.